يا جماعة شكل الزمالك مش ناقص مشاكل جديدة خالص. كل يوم بنسمع عن شكوى جديدة، ودي المرة الدور ده جه على اللاعب اللي لسه بيلعب في الفريق نفسه، اسمه شيكو بنزا. ايوه يا سيدي، النادي البرتغالي اللي اسمه استرلي اميدور قرر يرفع شكوى رسمية ضد الزمالك عند الفيفا. بيقول ان الزمالك ما دفعش فلوس الصفقة زي ما اتفقوا عليه من الاول. الصفقة دي كانت بحوالي 680 ألف يورو، وكان المفروض الزمالك يدفعهم على كذا دفعة. لكن النادي البرتغالي بيقول الزمالك ما التزمش بالمواعيد، وفضلوا يبعتوا رسائل واتصالات ومحدش بيرد عليهم. السعوديني والماني ما هتسابه واحنا وراهم. وبعد كده النادي قال خلاص مفيش فايدة، وقرروا يرفعوا الشكوى رسمية للفيفا. ودي معناه ان الزمالك ممكن يتعرض لعقوبة منع قيد جديد اول ما سددش الفلوس دي في الوقت المحدد. اللي الغريب بقى ان شيكو بانزا نفسه لسه بيلعب في الزمالك. يعني النادي بيتحاكم على صفقة لاعب لسه موجود بيتمرن معاهم كل يوم. اهدي يا نهار اسود ومنيل. اه اه ودي اللي خلى جمهور الزمالك مستغرب جدا، ازاي النادي بيوصل لمرحلة الشكوى في صفقة لسه شغالة جوه الفريق. الموضوع دلوقتي في ايد الفيفا، والنادي البرتغالي عنده مستندات الدفع والمواعيد. فلو الزمالك ما دفعش ما يثبت انه سدد، ممكن العقوبة تبقى حظر قيد او غرامة جديدة. شكلنا كده هنشوف ايام سودة أسود من كده. بكتير. واضح ان المسلسل شكاوي الزمالك لسه مكمل. النهارده بنتكلم عن واحد من المدربين جمهور الزمالك اللي كان بيحبه جدا، السويسري كريستيان جروس، اللي رجع تاني واشتكى الزمالك للفيفا. قلتلكوا تاني يابا، رجعت تاني. هو نفس القصه المعتاده. جروس بيقول ان الزمالك ما دفعش مستحقاته كامله من الفترات الاولى، والراجل ما سكتش، قدم شكوى رسميه للفيفا وبيطلب للنادي حوالي 700 الف دولار تقريبا. خلينا نفتكر سوا. جروس مسك الزمالك سنة 2018 وحقق معاه بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وساعتها كان في كلام كتير إن هو هيمشي أو هيكمل، وفي الآخر العقد اتفسخ وهو لسه ليه فلوس عند النادي. طب بعد اذنك بقى انا عايز فلوسك شغلتها وخسرت معايا. جروس قال إن هو ما خدش كل مستحقاته، والنادي وقتها بيقول لا، إحنا دافعين كل حاجة. بس الفيفا رجعت فتحت الملف تاني بعد ما المدرب قام بالمستندات كاملة. الفيفا دلوقتي بتراجع الورق، ولو الزمالك ما قدرش يثبت الدفع ممكن العقوبة تكون منع قيد جديد أو خصم نقاط لو ما تسددش المبلغ. والله العظيم يا جدع، طب نعمل ايه طيب؟ والله العظيم الدنيا غريبة، والله الله. يعني الموقف حرج جدا، خصوصا ان النادي اصلا عنده شكاوي تانية كتير مفتوحة. المشكلة ان جروس مش اول مدرب يشتكي الزمالك، وقبلها باتشيكو وجوميز. ودي اللي خلى جمهور الزمالك يقول يا جماعة خلونا نمشي قانوني ونقفل كل الملفات القديمة دي بسلام. النادي حاليا بيقول انه بيحاول يتفاوض مع جروس عشان يسدد جزء من المبلغ، بس لحد دلوقتي مفيش تأكيد رسمي ان الموضوع اتقفل، والملف لسه مفتوح في الفيفا. مش عارف اروح فين ولا اعمل ايه، ولا مش لاقي حاجه اعملها. ما بقتش اقول غير يا رب بقى لا تطلعها لا تاخدني عشان اخلص. بعد ما سمعنا ان شيكاغو جروس وشيكو بانزا، الدور المره دي جه على المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، اللي كان ماسك الزمالك فتره قصيره جدا. اشتكى النادي رسميا للفيفا بعد ما الاداره فسخت عقده من غير ما تدفع كل مستحقاته. المدرب البرتغالي بيقول ان الزمالك انهى التعاقد فجاه، وكان المفروض ياخد تعويض عن المده الباقيه من عقده، واللي بتوصل تقريبا لحوالي 120 الف دولار. وانت عباس ساب العربيه وبتعمل ايه هنا؟ يعني هي جت عليا انا يا فندم؟ انا لقيتهم طالعين طلعت انا وراهم، وربنا يخليك لينا بقى. جوميز بقى مسكتش، بعت اكتر من انذار رسمي للنادي، وبعد ما حدش رد عليه قرر يروح الفيفا ويقدم الشكوى بنفسه. الموضوع حصل بعد رحيله على طول، واللي زود الموقف ان الزمالك كان في نفس الوقت عنده شكوى تانية مفتوحة، فده خلى الفيفا تتابع القضية بسرعة. جوميز بيقول في الشكوى ان الزمالك ما ادوش فلوس شهرين، وكمان ما دفعش الشرط الجزائي اللي مكتوب في العقد بتاعه. النادي من ناحيته يقول ان المدرب هو اللي مشي من نفسه وما كملش، وبالتالي هو اللي كسر العقد مش الزمالك. يعني الموقف دلوقتي كلمة للمدرب ضد كلمة النادي، والفيفا هي اللي هتفصل بينهم قريب. وطبعا الجمهور مش مستحمل كل قضية جديدة وكل مرة يسمع مدرب أو لاعب مختلف، والمشكلة كلها في فلوس اللي بتتراكم سنة ورا تانية.
بس خلينا اقول لك ان جوميز مش مدرب عادي. الراجل مسك دلوقتي نادي في الدوري السعودي وبيكسب كويس جدا. يعني الشكوى دي مش هزار، هو عايز حقه فعلا. الفيفا لسه ما اعلنتش القرار النهائي، لكن لو الحكم جه ضد الزمالك ممكن تكون العقوبة غرامة كبيرة او منع قيد مؤقت. يعني باختصار الموضوع محتاج إدارة جديدة تمسك الملفات دي واحدة واحدة وتقفلها، لأن القضايا دي بقت عاملة زي مسلسل ما بيخلص. كمان هنتكلم عن شكوى من واحدة من أغرب وأكبر الشكاوى اللي اتقدمت ضد نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، واللي بطلها النجم أحمد سيد زيزو. القصة بدأت بعد زيزو ساب الزمالك وانتقل للأهلي، لكن قبل ما يمشي كان عنده مستحقات متأخرة، والموضوع ما كبرش غير لما قدم شكوى رسمية من خلال محاميه أشرف عبد العزيز. يا اخي ده أنا لو كنت كلت معاك سم مش عيش وملح ما كنتش عملت معايا كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسن اسكت. زيزو طالب الزمالك بمبلغ ضخم جدا، تقريبا 82 مليون و502 ألف و563 جنيه مصري. المبلغ ده شامل اقساط من عقده وكمان مكافآت الفوز بكاس مصر اللي ما خدوش. وده خلى جمهور الزمالك تدخل في حالة صدمة، لأن المبلغ فعلا مش بسيط. الزمالك من ناحيته قال لا، الكلام ده مش مظبوط، وان النادي دفع جزء من المبلغ حوالي 9 مليون و300 ألف جنيه، والباقي كان عليه خصومات بسبب ان زيزو تغيب عن التدريب من غير إذن.